سألت نفسك قبل كده ايه علاقة المدفع بأذان المغرب في رمضان؟ طب ما احنا كده كده بنسمع أذان المغرب، ايه لازمة المدفع؟ طب وما سألتش نفسك كده وانت قاعد في البلكونة بالليل بعد الفطار أول مدفع اتضرب كان امتى؟ بص أنا مش عايز أصدمك، بس مدفع رمضان ملوش أي علاقة برمضان، تعالى وأنا أقول لك إزاي. والصدفة الغريبة اللي خلته عادة رمضانية أساسية وإنه اتنقل بعدها من مصر لكل بلاد العالم العربي والإسلامي، جملة مدفع الإفطار اضرب بصوت جندي المدفع، وبعديها على طول أذان المغرب بصوت الشيخ محمد رفعت. تعالى أقول لك بقى إزاي المدفع بدأ يتطور. البداية كانت في عصر محمد علي باشا والي مصر ما بين سنة 1805 و 1848 لحد ما دخلنا الألفية الثالثة، ومن ساعتها الإذاعة المصرية لحد النهاردة محافظة على العادة الجميلة دي. الناس اختلفت في أصل حكاية مدفع رمضان، وفي ناس بتقول إن الحكاية بدأت لما نابليون بونابرت دخل مصر سنة 1798، وعلشان يرضي أهل مصر أمر بنصب مدافع على القلعة علشان في بداية شهر رمضان المدافع دي تضرب، وبكده الناس تعرف إن دي بداية شهر رمضان، ومن بعدها بقت عادة مستمرة حتى وقت الفطار. بس في رواية تانية بتقول ان في عهد الخديوي واسماعيل كان في مرة حد من الجنود بينظف المدفع بتاعه وعن طريق الغلط انطلق منه قذيفة، وبالصدفة القذيفة دي كانت وقت اذان المغرب في يوم من ايام رمضان، فالناس افتكرت ان ده النظام الجديد اللي الحكومة اتبعته علشان يعني يعرفوهم وقت الفطار. اللي حصل ده كان حدث عظيم بالنسبة للناس، طبعا قبل عصر الراديو والتلفزيون، علشان كده الموضوع ده عمل ضجة. ولما عرفت فاطمة بنت الخديوي اسماعيل باللي حصل عجبتها الفكرة جدا، وطلعت مرسوم باستخدام المدافع وقت الفطار ووقت السحور كمان، وكمان في الاعياد الرسميه، وساعتها الناس سموه مدفع الحاجه فاطمه على اسم فاطمه بنت الخديوي اسماعيل. ومصر وقتها كان فيها 5 مدافع للافطار، 2 في القلعه وواحد في العباسيه وواحد في حلوان وواحد في مصر الجديده، ولكل واحد فيهم اسم. عندك مثلا مدفع القلعه الرئيسي لسه قايلين من شويه مدفع الحاجه فاطمه، ويقال ان المدفع ده اشترك في 3 حروب: حرب تركيا ضد روسيا بشبه جزيره القرم، وحرب المقاومه الفرنسيه لثوره المكسيك، وكمان محاولات غزو بلاد الحبشه، والكلام ده قبل ما يتكهن في مصر. والمدفع ده يا جماعه موجود لحد دلوقتي، واتسجل في موسوعه جينيس للارقام القياسيه باعتباره اقدم مدفع افطار في مصر، وفي منتصف القرن ال19 وتحديدا في عهد الوالي عباس حلمي الاول. والكلام ده كان سنه 1853. كان في مدفعين افطار في القاهره، الاول في القلعه والتاني في سرايا عباس باشا الاول في العباسيه. وفي عهد الخديوي اسماعيل فكروا ان هم يحطوا المدفع في مكان عالي شويه علشان يوصل لاكبر مساحه من القاهره، واستقر في الاخر فوق جبل المقطم علشان يحتفلوا بيه في بدايه شهر رمضان. وكانوا بينقلوا المدفع من القلعه لمكانه على جبل المقطم على عربيه حربيه بعجلات ضخم جدا، وبيرجع تاني في العيد لمخازن القلعه. وفي البدايه كانوا بيستخدموا في المدفع الذخيره الحيه، الذخيره بتاعته كانت بتوصل للمباني، وكانت الذخيره دي بتاثر على المباني التاريخيه اللي حوالين المقطم، فطلعوا فكره ان هم يبدلوا الذخيره الحيه بفشنج. كانوا بيحطوا كميه من البارود من غير ما يستخدموا القذايف، وكده كده كل اللي كانوا عايزينه من المدفع صوت الانفجار علشان الناس تعرف ان المغرب ادن ويفطروا بقى. الا انه على حسب كتاب شهر رمضان في الجاهليه والاسلام، ورغم استبدال الذخيره الحيه بالمزيفه، الا ان هيئه الاثار المصريه اعترضت. تخيل ليه بقى؟ لان صوت انفجار المدفع كان بيهز جدران القلعه والمتاحف اللي موجوده في المكان، فنقلوه من فوق القلعه لجبل المقطم، ده على حسب كتاب شهر رمضان في الجاهليه والاسلام. وعمليات اطلاق المدفع كانت بتحصل وسط طقوس خاصه جدا اقرب الى التمجيد. كانوا بيعينوا 4 من الجنود لتجهيز البارود وتجهيز المدفع للإطلاق، وكان في موظف مسؤول عن عملية الإطلاق قبل أذان المغرب بنص ساعة علشان يشرف على عملية الإطلاق ويضمن نجاحها. كان فيه اهتمام حقيقي ممزوج بالاحترام للتقليد ده. وفي فترة السبعينيات في القرن اللي فات المدافع أهملت بشكل كبير، وكانوا بيعتمدوا على تسجيل الإذاعة المصرية، إلا إنه رجع تاني بناء على تعليمات وزير الداخلية أحمد رشدي سنة 1983، ومن نفس المكان فوق سطح القلعة طول أيام شهر رمضان وأيام عيد الفطر كمان. وده اللي خلى هيئة الآثار المصرية تعترض مرة كمان، ونقلوا المدفع تاني من القلعة لجبل المقطم. دلوقتي في مدفعين كبار على هضبة المقطم، والتالت قدام متحف الشرطة في منطقة القلعة، بس دلوقتي بيعتمدوا على التسجيلات الصوتية القديمة وبيذاعوها في الراديو والتلفزيون، ومحدش بيسمعها أصلا دلوقتي. ومش مصر بس على فكرة اللي عندها العادة دي، الفكرة دي اتنقلت لبقية الدول الإسلامية والعربية وفي أزمنة مختلفة على فكرة، أولها القدس ودمشق ومدن الشام، وبعديهم بغداد في أواخر القرن ال19، وبعدها اتنقلت الفكرة لمدينة الكويت، وكان أول مدفع للكويت في عهد الشيخ مبارك الصباح، وبعديها اتنقل لكل دول الخليج، وكمان في دول غرب أفريقيا زي تشاد والنيجر ومالي ودول شرق آسيا. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت القيادة العامة لشرطة دبي تطبق فكرة مدفع رمضان في بداية الستينيات من القرن اللي فات، في محاولة منها لتنبيه الصائمين بميعاد الفطار علشان يحطوا لمسة روحانية ومميزة للشهر الفضيل، وده على خلاف باقي شهور السنة.
وفي مكة المكرمة مدفع رمضان موجود على قمة جبل أبو المدافع بمكة المكرمة، قريب قوي من المسجد الحرام، أعلى من كل الأحياء، وصوته بيوصل لمسافات بعيدة جدا. وبيتم تركيب المدفع على قمة الجبل يوم 28 شعبان، وبيتم إطلاق 7 طلقات في بداية دخول الشهر الكريم، وبعديها كل يوم 4 طلقات، طلقة قبل أذان المغرب للتنبيه للفطار، وطلقة الساعة 2 صباحا لتجهيز السحور، وطلقتين قبل أذان الفجر. بتسمى بالطلقات الكفاية استعدادا للصيام. وفي ليلة العيد بيتم الإعلان عن العيد بإطلاق 7 طلقات، وفي يوم العيد الصبح وقبل صلاة العيد بيطلقوا 5 طلقات، وبعد صلاة العيد بيضربوا باقي الذخيرة الموجودة. وبكده يبقى عدد الطلقات اللي اتضربت من المدفع في شهر رمضان 150 طلقة. وبكده نبقى عرفنا تاريخ مدفع رمضان وموطنه الأصلي، من مصر لكل بلاد العالم، المدفع اللي بينشر البهجة بمجرد سماعه. ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو واي بلاتفورم هتلاقينا عليها، وكل سنة وانتم طيبين. وبس كده.